زي ما قلنا لغه التصميم الخارجيه للعربيه بيديلك الاحساس بالقوه والضخامه. هنلاقي ان الشبكه الاماميه للعربيه كبيره، وبيجي في الواجهه السبع فتحات المميزين قوي في كل عربيات جيب. لو نزلنا كمان لتحت شويه هنلاقي هنا في هوايه شكلها مميز جدا، في جايه في الاكسدام او في الواجهه او في المقدمه بتاعت العربيه. كمان هنا هنلاقي ان في سنسورز امامي موجودين في العربيه الجيب جراند شيروكي. الاضاءه النهاريه في العربيه بتيجي من ال اي دي، اما الاضاءه الرئيسيه في العربيه فبتيجي من الزينون الثنائي، والاضاءه الخلفيه في العربيه فبتيجي من ال اي دي. كمان هتلاقي زي ما اهتموا بالقوه في التصميم، اضافوا كمان اللمسه الجماليه، وده هتلاقيه في حليات الكروم المنتشره على العربيه حوالين الابواب والكشافات وواجهه العربيه. المرايات الجانبيه كهرباء وبتيجي من الكروم. لو جينا بقى نبص على خلفيه العربيه هنلاقي ان في سبويلر خلفي مدمج فيه لمبه الستوب لايت، كمان الازاز الخلفي والخلفي الجانبي بيكون من النوع الكاميه. ولو نزلنا كده لتحت شويه هنلاقي علامه طبعا او كلمه جيب مكتوبه شهيره بالكروم. ننزل كمان شويه هنا هنلاقي كاميرا الرجوع الخلفيه، وفي هنا في الاكسدام حليه كده من الفبر، ومعاها كده طيمه بحليه من الكروم، مديها شكل ظريف في العربيه. ولو نزلنا على الاكسدام هنا هنلاقي برده السنسور بارك الخلفي، وكمان في ديفيوزر جاي من الفبر الاسود بلون مختلف عن العربيه، وكمان وجود فتحتين شكمان حقيقيين. هنا في العربيه فتحه سقف كهرباء عاديه خالص مش بانوراما، هي الفتحات اللي هي فتحه السقف اللي الصغيره. وفي كمان روف راك شكله انيق، مدي برضو اناقه للسقف العربيه، ميكس كده ما بين الكروم والفبر الاسود.